من أخطر المجرمين في العالم، فعلوا جرائم لا تتصورها العقول: قتل، اغتصاب، نهب وسرقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة حستعرض لكم من أخطر المجرمين في العالم. قبل أن نبدأ الفيديو لايك فولو شير. خلينا نبدأ. المجرم الأول جوزيف جيمس أنجل، المجرم الذي قتل عزيزي المشاهد ما لا يقل عن 13 شخص وسرق مئات المنازل واغتصب أكثر من 50 امرأة. أيوة يا عزيزي المشاهد، هو جوزيف، لدرجة أنه لقبوه بالجولد ستيت كيلر، أي قاتل الولاية الذهبي، وتم القبض عليه بعد أكثر من 30 سنة. في 8 نوفمبر سنة 1945 اتولد جوزيف، أو ممكن نقول جيمس. كان بيستخدم القانون يا عزيزي المشاهد عشان يقدر يخبي التهم بتاعته. الله، كيف هو بيعملها؟ لأنه ببساطة يا عزيزي المشاهد جيمس كان شرطي، وتم إلقاء القبض عليه في 2018، وفي 2020 بدأت المحكمة بتاعته، في حين إنه الجرائم بتاعته بدأت من سنة 1974 وامتدت إلى سنة 1986. طيب حتجي تقول لي كيف يعني بعد 30 سنة قدروا إنه يقبضوا الإنسان ده بما إنه الجرائم بتاعته فاتت وانتهت؟ تعال أقول لك يا عزيزي المشاهد، هو أول إنسان يتم إلقاء القبض عليه عن طريق DNA. أيوة، حمض الرايبوكسي نيكلوك حي شكلها. طيب اشرح عليك كيف. فلنفترض يا عزيزي المشاهد انه جيمس اغتصب امرأة قبل 50 سنة، والامرأة دي اثناء العملية حملت، اي انجبت، والطفل اللي انجبته انجب، والطفلة اللي انجبته انجب. تمام. فلنفترض انه حصلت سلالة من الناس اللي اتولدوهم من المواليد. تمام. عن طريق DNA عزيزي المشاهد بيقدروا يجيبوا جيمس، لانه هو الوالد او هو الجد او هو اي كان عرفته. فلو حصلت اي مشكله وراثيه فاتوا عايزين يفحصوا، عايزين يعملوا بتاع الولد منو، ابوه مين، حصل كيف، اغتصبني، بتقول هي بتقول الكلام ده. تمام. فبالطريقه دي قدروا انه يحددوا انه جيمس يا عزيزي المشاهد هو الفاعل للجرائم. عن طريق اللمشاج يا عزيزي المشاهد ساهم بالاكسي وهي ساهمت بالاكس، او هو ساهم بالواي وهي ساهمت بالاكس. في كل الحالات حينتج طفل. وفي اغسطس 2020 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد دون امكانيه الافراج المشروط، يعني مستحيل انه يطلع من السجن بعد الجرائم اللي عملها. هو من المفترض يتم اعدامه. تمام. والمجرم الثاني جون واين جينز، واحد من اخطر القتله المتسلسلين في الولايات المتحده بسلسله جرائم لا تعد ولا تحصى. دفن اكثر من 20 جثة تحت منزله. تعال احكي لكم القصة. في 17 مارس سنة 1942 اتولد جون، وكان لما طفل صغير كان بيعاني من الوزن الزايد. يعني الانسان كان شنو، فات، انسان سمين. تمام. دي كانت واحدة من الحاجات اللي بتخلي الاطفال اللي حوله، وفيه معظم الاطفال اللي بيكونوا سمان بتلقاهم اولاد ميكي كده، يعني ناس شنو، ماما وبابا. ولكن جيمس يا عزيزي المشاهد كان مدمن بتاع كحول من هو طفل صغير، وعلاقته كانت مع والده متوترة جدا، ولكن مع امه ومع اخته كانت علاقته 100% في السليم. تمام. فكان بيستخدم طريقتين لخطف الرهائن، او ممكن نقول الضحايا: يا اما يخطفك بطريقة مكارة جدا وساحرة، يا اما غصبا عنك، ما في مفر في الحالتين. تمام. كده انت مخطوف. كان بيستهدف بطريقة خاصة الشباب والمراهقين، بيجيب الضحية وبيربطه وبيعمل اللي هو عايز يعمله، وفي النهاية بيوديك للبرزخ. فاهم كيف؟ وتم العثور على 26 جثة مدفونة تحت منزله. الشرطة لما قامت سألته قالت له وين باقي الضحايا؟ قام قال لهم بكل برود: دفنته والما دفنته كنت برميه في النهر. عادي جدا، يعني ما في حاجة فرقت، الإنسان قتلته ودفنته، ما في حاجة. هتقول لي طيب الإنسان ده كيف السلطات قدرت إنه تصل له بعد كل السنين اللي هو عمل فيها الجرائم بتاعته دي؟ في ديسمبر سنة 1978 كان في طفل مراهق عمره 15 سنة، وتتذكر أنا قلت لكم الإنسان ده بيستهدف بطريقة خاصة الشباب والمراهقين. الطفل ده أول ما اختفى وتم التبليغ عنه، وصلت السلطات إنه آخر مرة الطفل ده كان ماشي مع جون. ومن هنا يا عزيزي المشاهد لازم كانت تتدخل السلطات الأمريكية، وفي 10 مايو سنة 1994 تم إعدام جون بالحقنة المميتة. الوداع يا نشوة الروح يا جون، الوداع. المجرم الثالث مايكل، وما مايكل سكوفيلد، مايكل جوردن بيترسون، واحد من أشهر وأخطر المجرمين في بريطانيا. مايكل جوردن في 6 ديسمبر سنة 1952 اتولد مايكل في بريطانيا بالتحديد. لقب بأخطر سجين في بريطانيا نسبة لأنه كان إنسان مجرم لدرجة إنه أنت ما بتتخيلها. وأول جريمة تم إلقاء القبض عليه فيها كانت بالسطو المسلح. نشأ برونسون في عائلة متوسطة، وكان طفلا هادئا في البداية. بعد ما بقى كبير بقى الاسلوب بتاعه عدواني جدا، انسان شنو بيحب المشاكل، يعني شنو في اي حاجه يا عزيزي المشاهد عايز يعملها فايتك، بنيات، شلالتها، قريبك، اي حاجه، فاهم، اي فاهم في بالك، بس المهم انه شنو يتضارب بس. تم سجنه في اول مره في حياته في سنه 1974 من حاول يسرق وكان معاه سلاح، يعني ممكن نقول شنو عمليه بتاع التحديد كده، فاهم. وتم الحكم عليه ب7 سنوات سجن. ولكن يا عزيزي المشاهد تعال اقول لك انه اثناء فتره وجوده في السجن
كان قاعد يعمل في حاجات ما قانونية، ففي كل مرة كان بيمدوا له الفترة بتاعته تمام، ولكن في النهاية خرج من السجن. متعرف أقول لك إنه رجع تاني، وأثناء فترة وجوده في السجن غير اسمه لتشارلز، نسب نفسه للممثل الأمريكي تشارلز، وإلين اللحظة هو قاعد مسجون، اتسجن أكتر من 40 سنة، ومعظم الفترة بتاعته كانت في الحبس الانفرادي. ولو عايز تزور يعني احنا فاهم ممكن تمشي، لو خايف ممكن تسوقني معاك تمام. من أبرز الجرائم بتاعته اللي كانت في سنة 74 وهي أول جريمة له كانت السرقة بالسلاح. وفي سنة 75 أول سنة له كانت في السجن اعتدى على زملائه في السجن. في سنة 78 اعتدى على حارس السجن. وفي سنة 85 احتجز رهينة. وكان بيعمل الحاجات دي دايما عزيز المشاهد، كل ما يومين ثلاثة بتجي شكوى إنه زولكم ده عمل لنا مشكلة، نحن عايزين نحل الحل ده، فكانوا بيخطوه في الحبس الانفرادي. وفي سنة 2008 تم إصدار فيلم كامل عنه باسم برونسون. والمجرم الرابع قاتل أمريكي متسلسل ارتكب سلسلة من جرائم القتل في عام 2013، اشتهر بقسوته وسلوكه الغريب داخل السجن، وأصبح واحد من أكثر القتلة المتسلسلين جدا في الولايات المتحدة. نيكو جينكيس، واسمه الحقيقي نيكو إيلان جينكيس، اتولد في 16 ديسمبر سنة 1986 بعد 4 عملية بتاعت قتل قام بها في شهر واحد. أيوة يا عزيزي المشاهد، شهر واحد. في أغسطس سنة 2013 تم إلقاء القبض عليه، وفي سنة 2017 حكمت عليه المحكمة ب 450 سنة. والله شوف انت بتسوق امها تمام، يعني ما ممكن 450 سنة بتاعت شنو. وفي ظل العقوبة دي حكموا عليه بالإعدام، وهو حاليا موجود في السجن وما تم تنفيذ الحكم إلينا اللحظة. بقول لكم شكرا على الدعم الفات في الحلقة اللي فاتت. الحلقة الأولى جابت أكثر من 1500 مشاهدة بجد، يعني شكرا 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 شكرا. ونتمنى يعني في الفترة اللي جاية يا جماعة نصل لأرقام عالية. في الفترة اللي فاتت كنت قاطع لأني كنت مصدع شديد ملتهب تمام، وحاليا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لقد بلغت الصحة، وها أنا اليوم كما تروني أمامكم أصور لكم مقطع جديد. كمية من الحماس، كمية من الحاجات اللي جاية في الطريق، بس خليكم جاهزين وخليكم منتظرين. بيس.